لما فرغ المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من ذكر بعض التفاصيل على وجه الاختصار فيما يتعلق بغزوة بدر الكبرى في السنة 2 من الهجرة في شهر رمضان المبارك، أتبع ذلك رحمه الله تعالى بذكر الغزوات التي تلت هذه الغزوة. فبدأ بذكر غزو بني سليم، وأن هذه الغزوة من الغزوات التي شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه، وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم الكريمة مجاهدا في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله: ثم نهض بنفسه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه ب7 أيام يغزو بني سليم. قال: فمكث 3 أي في ماء لبني سليم. لما وصل إلى أماكنهم فر الرجال، وكانوا قد تهيأوا لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما وصل صلوات الله وسلامه عليه فر الرجال، فأقام عليه الصلاة والسلام في مياه بني سليم 3 كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما المقاتلون لما سمعوا بمقدمه صلى الله عليه وسلم فروا وخلفوا من الغنائم كما ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى 500 بعيرا تركوها عند مياههم وفروا إلى الجبال وإلى أمكنة بعيدة خوفا من النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.